الحمد لله اليوم تاريخي. مبروك على كاع الشعب المغربي، مبروك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرياضي الأول في المغرب. الحمد لله اليوم قدرنا ندخلوا واحد الفرحة اللي كبيرة كنظن على جميع الشعب المغربي. مجهودات ديال جميع اللاعبين مشكورين، مجهودات ديال الطاقم التقني على راسهم السي وليد الكراكي اللي خلق واحد الروح زوينه في المنتخب. الحمد لله حنا كنجنيو الثمار ديالها. المباراه المقبله الدور الربع النهائي، واش الطموح مازال كبير ديالنا واننا نمشيو بعيد ان شاء الله في هذه المنافسات؟ لا احنا الحمد لله مادام وصلنا لهذه المرحله الا وغادي الطموح غادي وكيتزاد. اليوم الحمد لله تاهلنا لدور الربع النهائي، الان غادي ندخلوا لوطير نرتاحوا مع راسنا نحتفلوا شويه مع عائلاتنا وبيناتنا، ومن بعد ان شاء الله غدا ولا بعد غدا غادي يبداو الاستعدادات عاوتاني كيف ما درنا في مقابله ديال المنتخب الاسباني. الحمد لله كنبغي نشكر كل من ساهم في هذا انجاز اللي غادي نبقاو نفتخروا به مدى الحياه ديالنا لوليداتنا لعائلاتنا الشعب ديالنا اللي كان دائما السند ديالنا، ونتمنى ان شاء الله اننا نهديهم فرحه اكثر من هذه بالتاهل. الجمهور اللي كان استثنائي، جمهور في هذه بطوله العالم كان استثنائي، واليوم تابعنا الجمهور المغربي. الجمهور المغربي دائما استثنائي، احنا عارفين، احنا كبرنا في المغرب وعارفين الحب الكبير ديال الشعب المغربي لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الشعب المغربي عنده علاقة كبيرة مع كرة القدم، دائما كان في السند ولا في الظهر ديال المنتخب الوطني، دائما كان وراء. هذا الشيء بالنسبة لي أنا ما غريبش عليا لأنني كنعرف الجماعة المغربية قادرة تعطي أكثر من هذا الشيء. الحمد لله المهم هو أننا نكونوا حنا ومعهم بجوجنا فرحانين، وهذا هو الواجب ديالنا. والحمد لله كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا اليوم اننا حققنا هذا الانجاز. كيف ما كنقولوا مازال ما درنا والو، ان شاء الله مازال طامحين اكثر ان شاء الله. كيف حسيتوا بان المباراه يمكن تمشي للمنتخب الوطني، خصوصا انها مشات لضربات الجزاء؟ وصراحة المقابلة كانت صعيبة، خصوصا أن المنتخب الإسباني كيسيطر على الكرة نسبة عالية. الحمد لله بقينا مركزين طيلة المباراة حتى مشينا للمبتغى ديالنا، والحمد لله حققنا المراد. اليوم درنا واحد الماتش كبير. شفنا عاوتاني الجمهور كان النهاية، واخا كانوا لي شيكي كان واحد المشكل، ولكن شفناهم عاوتاني اليوم كانوا ورانا. اليوم دخلنا للتاريخ، يعني حققنا داكشي اللي ما حققوش لي جينيراسيون اللي قبل منا. كيف قلت شحال من مره عندنا واحد جينيراسيون ان شاء الله اللي عارفين، عندنا لا كونفيونس وعارفين نقدروا نمشيو البلو لوان بوسيبل في هاد لا كومبيتيسيون. دونك دابا كيف قلت قبل عاوتاني في ماتش فاش تاهلنا حنا الاولين، اليوم غادي نبروفيتيو وغادي نضحكوا بيناتنا، مي دي دوما نبداو ريكيبيري ونوجدوا ان شاء الله الماتش الجاي. دونك الحمد لله على هادشي اللي درنا، وكنظن الا بقينا في هذه الطريقه هذه غادي نمشيو للبلو لون بوسيبل في هذه الكومبيتيسيون. هناك اتصال هاتفي من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللاعبين والطاقم والتهنئه ديالو، شنو الاحساس ديالكم والتهنئه من صاحب الجلاله؟ كنشوف اونتي دوباج، ما شفت لا ابيل والو، مي احنا عارفين بلي جلاله الملك نصر الله هو ورانا، متبعنا كيتفرج فينا. دونك عارفين الشعب تا هو ورانا، تنشوفوا فاش كنربحوا كلشي تيخرج، كاع المدينات كيخرجوا. دونك ان شاء الله غادي نبقاو في هذا لو شومان هذا باش نزيدوا نفرحوهم اكثر. On est content, voilà, on est très très content. On sait qu'on a écrit l'histoire de notre pays, alhamdoulilah. On est fiers de rendre tous ces gens heureux. Voilà, c'est une vraie fierté pour nous. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a tout donné sur le terrain. On a vu que c'était compliqué par moment, mais on est resté concentré pendant 120 minutes. Et après, voilà, alhamdoulilah, on a été performant au penalty. Bounou était dans un grand jour aussi. Donc, c'est que du bonheur, que de la fierté de rendre tous ces gens heureux. On savait que voilà, on est un pays qui aime le foot et qui avait besoin de vivre des moments comme ça. Donc, on est très heureux de leur donner ce genre de moment et on ne va pas s'arrêter, Inch'Allah. Ah, il était très content, bien sûr. Et on sait que Sa Majesté, c'est quelqu'un qui nous suit constamment, qui aime le foot, qui fait beaucoup pour nous. Donc on est très content de se battre pour notre pays, pour Sa Majesté, pour tous les Marocains. Et voilà, de le savoir fier de nous, ça nous donne encore plus de force et on a envie de continuer notre chemin. Voilà. On verra demain, mais ça va aller, Inch'Allah. Merci.